السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي ومتابعي موحى الأهلاوي، أهلا بكم. النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله هيستأنف تدريباته الساعة 6 مساء، بعد ما أخد راحة امبارح من التدريبات. الحقيقة كانت بناء على طلب اللعيبة، يعني مش كابتن عماد النحاس هو اللي قرر، لا ده كان اللعيبة طلبوا من كابتن الفريق كابتن محمد الشناوي ان هو يكلم كابتن عماد النحاس، على اساس ان هما من وقت ما الكابتن عماد النحاس مسك الاداره الفنيه وهو ما اداش اللعيبه اجازه خالص. بعد كل مباراه بيحصل تدريب تاني يوم عادي جدا. فطلبوا اللعيبه امبارح من الكابتن عماد النحاس ان هم ياخدوا اجازه، وبالفعل لبى لهم طلبهم، خاصه طبعا ما شاء الله الاداء المميز اللي الاهلي اداه في مباراة حرس الحدود، وقبل كده برضو بتروجيت، رغم ان بعض تفاوت الاداء في بعض الاوقات. لكن بصفة عامة الأهلي بيأدي مباريات جيدة جدا المباراتين اللي فاتوا، وإن شاء الله تكمل على خير مباراة المصري. هتبقى مباراة مهمة جدا 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 جدا، لأن بيراميدز بقى أنت دلوقتي بتضغط عليه. مباراة المصري الأهلي إن شاء الله لما يفوز بيها هيبقى هو في المركز الأول. هيبقى مؤقت، لان بيراميدز هيلعب يوم الجمعه، فالاهلي هيلعب الخميس وبيراميدز هيلعب الجمعه. فانت معنى ان انت تتصدر بفارق نقطتين، فهنا بتصدر مشكله للمنافس بتاعك، بيبقى فيه توتر ان انت لازم تكسب لان خلاص الاهلي طلع، فبيبقى ان شاء الله وارد جدا جدا ان بيراميدز يتعادل يوم الجمعه، وكده يبقى الاهلي الاول بفرق نقطة. ويعني انت عارفين الاهلي لما بيوصل للمقدمة خلاص الموضوع ان شاء الله بيفضل مكمل معاه ان شاء الله، وناخد الدوري. الامل زاد جدا 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 بعد هزيمة بيراميدز من فاركو. فيعني ان شاء الله باذن الله الدوري بيقرب. اهم حاجة نكسب كل الماتشات الاربع مباريات اللي جاية، وبعد كده بتاعت ربنا. يعني زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات سابقة، اعمل اللي عليك وبعد كده ربنا اللي يريده هيكون. اخدت الدوري ان شاء الله هتبقى حافز قوي جدا 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 لبطولة كأس العالم، ان انت تروح تأدي بشكل قوي، وما يبقاش بقى تشريف تمثيل مشرف، لا الاهلي رايح عشان يعدي الدور الثاني، وان شاء الله بعد كده لكل حدث حديث بإذن الله. النهارده امبارح بس اللي كان موجود اللعيبه المصابه هي اللي كانت بتعمل التأهيل بتاعها، اشرف داري وكريم فؤاد ويحيى عطية الله وكريم الدبيس. انضم ليهم للأسف طاهر محمد طاهر، اللي اثبتت الاشاعه اصابته بشد في العضله الخلفيه، وان شاء الله مش هيطول، يعني بالكتير قوي اسبوعين ويكون موجود ويلحق اخر مباراتين ان شاء الله في الدوري مع الاهلي. بالكتير اخر مباراه، حتى لو ما كملش ان شاء الله هيكون موجود في كاس العالم في القايمه. وحسين الشحات هو اللي هيلعب مكان طاهر، وان شاء الله يرجع لفورمته علشان برضو يستعيد فورمته. لان في حاجة كده مميزة في طاهر، ان هو بيجيب فورمته بسرعة، يعني بيغيب وبيرجع الفورم اقوى، البدني عنده كويس جدا وبيشتغل على نفسه كويس قوي، عكس الشحات. الشحات ممكن تلاقيه ماتش حلو وماتشين ثلاثة مش حلو. فالشحات ياخد الايام الجاية ان شاء الله عشان يرجع البدني بتاعه ويبقى جاهز بشكل قوي لكأس العالم ان شاء الله. كابتن رامي ربيعة طلع سليم الحمد لله، وما فيش اي مشكلة عنده، هي كدمة بس بسيطة، وان شاء الله يكون موجود في التمرين النهاردة بشكل قوي. الحقيقة بالنسبة للصفقات اللي الاهلي بيتكلم فيها، طبعا زين الدين بالعيد هو يعني الاسم الاقوى دلوقتي موجود لتدعيم خط الدفاع، لان خط الدفاع عندنا مش في احسن حالاته. اشرف داري للاسف اصاباته كتير، وكل ما يعني يرجع من اصابة ويتألق بالاهلي بيفقده تاني،
لاسبوعين 3 شهر. فده طبعا مش يعني الحقيقة بيمثل قلق كبير كبير جدا للنادي الاهلي، خاصة ان اشرف داري من ساعة ما جاء وهو كثير الاصابات. ان شاء الله نشوف صفقة زين الدين بالعيد هيحصل فيها ايه، وهنا هيتقرر بقى هل ديانج هيبقى موجود ولا هيبقى الموقف ايه بالظبط. الحقيقة من الصفقة التانية اللي الأهلي بيتفاوض فيها هما اللاعيبة المحليين، زي الجزار وزي ياسين مرعي. اللعيبة دي طبعا الأهلي بيحاول يتفاوض معاهم بحيث ان يبقى الصورة مكتملة في مركز الدفاع، لأن مركز الدفاع الحقيقة هو الحاجة اللي ناقصة في النادي الأهلي، هو والجناحين، الجناح اليمين والجناح الشمال. طبعا حدث ولا حرج يعني بعد رجوع الكابتن علي معلول. الحقيقة يعني أسعدنا وفي نفس الوقت محتارين إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية. هل علي معلول هيكمل؟ هل هي يعني دي آخر مباريات لعلي معلول مع النادي الأهلي؟ والحقيقة لو التفكير إن علي معلول مش هيكمل بسبب طبعا القايمة اللاعيبة الأفارقة، الحقيقة يعني كنت أتمنى إن يعني علي يكون موجود، وكنا نتمنى إنه يكون مصري، ونتمنى إن هو ياخد الجنسية المصرية. لكن طبعا الموضوع صعب، وهو اتكلم فيه قبل كده، الموضوع مش سهل، الموضوع صعب. لأن لو أخد الجنسية المصرية هيضطر إن هو يتنازل عن أمور كتير في تونس، وده طبعا هيبقى صعب جدا، وأمور مادية كبيرة يعني أملاك وحاجات من ديت. فطبعا كنا نتمنى ان علي معلول يكمل معانا، وبرضه محدش عارف، ممكن يحصل اي تغييرات، محدش عارف الايام الجايه فيها ايه. ممكن يزيد القايمه قائمه الافارقه في الدوري المصري، او القايمه المصريه، يزيدوا 6 لعيبه او 7 لعيبه. تبقى طبعا حاجه مميزه جدا، يقدر الاهلي يأيد علي معلول ويجيب لعيب كمان. فان شاء الله محدش عارف الخير فين، لكن بجد كلنا سعداء جدا بمستوى علي معلول الرائع اللي اداه في مباراة حرس الحدود. وبيلعب الكرة البسيطة السهلة اللي فيها لمسة فنية، يعني يعني بيلعب السهل، يعني بيوصلك بكل سهولة للمرمى. فعلا كنا مفتقدين علي معلول، ويا رب ان شاء الله الايام الجايه يبقى فيها خير له ولينا، واحنا نتمنى ان هو يكون موجود. لكن برضو يعني نتمنى ان مصلحة الاهلي يكون هي الرقم واحد. يعني لو مصلحة الاهلي قالت ان علي معلول ما يكملش، يبقى احنا مع الاهلي قلبا وقالبا. لو قالت ان هو يكون موجود، طبعا كلنا بنحب علي معلول، محدش ابدا هيقول ليه ده ملوش لازمه، مش لا، طبعا كلنا مؤيدين رجوع علي معلول. في لعيبه تانية ظهرت في التفاوضات الايام اللي فاتت، زي علي يوسف، ده لعيب ليبي بيلعب في الافريقي التونسي. يعني طريقه لعبه كده شبه طريقه لعب محمد عبد المنعم. برضو الاهلي حطوا ستاند باي، يعني في اي لحظه لو فشلت المفاوضات مع زين الدين بالعيد هنشوف علي يوسف، واللاعب رجله موجوده في الملعب، عكس زين الدين بالعيد اللي بقاله فتره في مشاكل عنده في فرقته، فما بيشتركش بصفة أساسية. وده عامل قلق شوية عند النادي الأهلي، بحيث إن احنا عايزين اللاعب الجاهز. يعني حتى الأهلي كان مبسوط إن زيزو رجع تاني لتدريبات الزمالك، ونتمنى إن هو يشارك طبعا في أي مباراة، لأن ده بيمثل تجهيز لزيزو بعد كده ان هو يجي ان شاء الله النادي الاهلي ويكون مستعد في كاس العالم بشكل قوي. في كلام قيل ان فيستون مايلي لعيب بيراميدز، المهاجم طبعا الافريقي المميز، برضو ان عقده هينتهي بعد سنة. يعني زي الايام دي كده فيستون مايلي العقد بتاعه ينتهي، يعني هيكون في يناير يحق له ان هو يوقع لاي نادي او يتفاوض مع اي نادي.
برضو العين يعني يعني او في تفاوضات وفي وهو كمان ابدى رغبة بالموافقة، لان طبعا ايا كان صحيح يعني ممكن يكون دخله في بيراميدز اعلى، لكن اللعيب برضو كبير في السن، فحابب ان هو ينهي مع نادي يكون فيه بطولات، لانه اخد مبالغ كويسة من بيراميدز، واكيد طبعا هياخد من الاهلي، بالاضافة الى البطولات طبعا اللي جاية ان شاء الله. وممكن نلاقي فيسون مايلي موجود في الاهلي حتى لو سنتين او ثلاثة، وينهي حياته. هو يعني هو تخطى ال 30، 32 او 33، فهنشوف الايام الجايه فيها ايه. وعندنا دليل طبعا واحد زي عبد الله السعيد في ال 40 سنه دلوقتي، وبيأدي مستوى رائع جدا، ولسه محافظ على نفسه، لان شغال على نفسه بدني كتير، فبيحافظ على نفسه. آه، الحقيقة طلع بيراميدز امبارح ببعض التقارير. كابتن هاني سعيد طلع واتكلم على كذا امر كده امبارح، والحقيقة انا مستغرب له جدا. يعني اتكلم على ان هو اشمعنى بيلعب مبارياته الساعة 3 و4 العصر او 5 العصر، واشمعنى الاهلي والزمالك ما بيلعبوش المباريات في التوقيتات دي. الحقيقه يعني معروف ان على حسب، يعني الاهلي كان من فتره بسيطه جدا كان بيلعب الساعه 5، وانت كبيراميدز كنت بتلعب الساعه 7، والزمالك كان بيلعب الساعه 7. فبالتالي الاهلي لعب في الاوقات ديت، وهو الجدول هو اللي بيحتم عليه كده. الاهلي الفرق اللي بيلعبها دي لعبها الدور الاولاني، كانت مباريات الفرقه الخصم. الاهلي دلوقتي مثلا يعني حرس الحدود ده مباراه الاهلي. قبل كده الدور الاولاني كان مباراه حرس الحدود كان لعبها الساعه 5. فبالتالي يعني ده مباراه انت برضو كنفسك كبيراميدز لعبت الفرق ديت الدور الاولاني كلها 7 مباريات، وده اللي رد عليه الاتحاد او رابطه الانديه، ان انت لعبت ال7 مباريات دول كلهم على ملعبك وفي ارضك وبالليل. فطبيعي الدور الثاني اللي هو المعدل بقى، يعني انا مثلا مش عشان عملت مجموعة يبقى خلاص يتعمل بقى مين اللي يلعب مين. لا، انت بتبص، انت لعبت كمجموعة. النهارده مع بيراميدز، مباراة بيراميدز اللي الاهلي لعبها كانت الدور الاولاني للاهلي، فالدور الثاني بيبقى لبيراميدز. هي ماشيه كده، يعني الفرق اللي طلعت من ال9 انديه انت لعبتهم. ال8 انديه دول لعبتهم في الدور الاول، لعبتهم طبعا، لازم كله بيلعب، كله بيلعبهم في الدور الاول ال18 فرقه او ال17 فرقه. فالدور التاني بقى اللي هو اتقسم 9 و9، انت كأهلي لعبت الفرق ديت، لعبتها فين؟ لعبتها بره ارضي، يبقى المباراة اللي جاية في ارضي، والعكس صحيح. طلع تاني الكابتن هاني سعيد الحقيقة بيقول لك اشمعنى برضو الاهلي بيلعب في الماكس، ما بيلعبش في الماكس، الاهلي والزمالك ما بيلعبوش في الماكس. يعني سؤال يا كابتن، برضو احنا يعني مش عارف، هو انت هتقارن نفسك بالاهلي وبالزمالك؟ جماهيرية الاهلي وجماهيرية الزمالك هي اللي بتحتم ان ما بيكون في ماتش فرقة من أندية الاسكندرية، فطبيعي جدا بتلعب في برج العرب، رغم ان برج العرب ملعبه سيء جدا، لكن الامن هو اللي بيقرر، مش الاهلي اللي بيقرر. تمام. انت بيقرر لك ان انت تلعب في الماكس بناء على اولا الفرقه بتاعت اللي انت هتلعبها اللي هي زي فاركو، هي اللي بتحدد الملعب اللي هيكون عليه. فبالتالي الامن بيوافق على طول لفاركو، خاصه ان الملعب على ان ملعب الماكس مش محتاج جماهيريه كبيره، يعني مش محتاج جماهيريه كبيره. يعني الاهلي جماهيريته كبيره والزمالك جماهيريته كبيره، انت يا بيراميدز 200 300 واحد 500 واحد، لكن مش نادي جماهيري. فطبعا كابتن هاني سعيد عارف الكلام ده، لكن هو معرفش طالع يتكلم في الموضوع ده بزيادة ليه. يعني واشمعنى التوقيت ده بالذات، واشمعنى لما اتغلبت من فاركو طلعت اتكلمت في الموضوع ده.
الحقيقة النهاردة أو امبارح بالليل حصل إن بعد هزيمة الزمالك أو تعادل الزمالك مع البنك الأهلي، طلع قرار بإيقاف القيد لثلاث فترات جايين لنادي الزمالك، لأن كان في غرامة أو مبلغ لباتشيكو حوالي 880 ألف دولار. ده حكم نهائي، والحقيقة نادي الزمالك ما دفعش المبلغ. وطبعا كان في قبله خالد ابو طيب اللي هو 983 الف يورو برضو ما اتدفعش. فالحقيقة الزمالك بيمر بأزمة كبيرة جدا جدا جدا. يعني مشكلة ان هو حتى فترة قيد هيتوقف فيها. راح من عنده لعيب من اهم لاعبي الدوري المصري وهو زيزو. مشاكل كتير جدا في الفريق. السكواد بتاعه مش احسن حاجة. في لعيبة لسه ما جددتش زي عبد الله السعيد، وكان منتظر ان هو يشوف التدعيمات اللي موجودة علشان يعني يشوف الفرقة هتبقى واقفة على رجلها وهو هيلعب مستريح ولا لا. واضح جدا ان بالشكل ده ممكن ما يكملش عبد الله السعيد مع نادي الزمالك ويمشي هو كمان. يبقى نادي الزمالك فقد السنة دي عبد الله السعيد وزيزو. طبعا قوة كبيرة جدا للزمالك. الله يكون في عون جمهوره بجد يعني. المسؤولين اللي بيمسكوا في الزمالك على غير المسؤولية تماما. واحد زي ميدو لما طلع قال عندنا شيكات مفتوحة، طبعا صدر لجماهير الزمالك ان في فلوس، فوجئوا من ان ما عادش، ان ما فيش فلوس وفي ايقاف قيد. فطبعا تصريحات غير مسؤولة من المفروض عضو في لجنة الكورة في نادي الزمالك. يعني مش شخص بس كأنه لعيب قبل كده، لا، ده انت كمان مسؤول في نادي الزمالك. فان انت تطلع تقول تصريحات زي ديت علشان مشكلة زيزو، وان انت بتهدد الاهلي ان لو ما بعدش عن الزمالك احنا شيكاتنا مفتوحة وهنخش نشتري اي لعيب. طبعا كان اختيار خطأ للتصريح. وفي الاخر الزمالك بيمر بأزمة كبيرة جدا. حتى تعادله امبارح مع البنك الاهلي كانت مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، لانه كده بعد عن المنافسة وبعد عن المركز الثاني. اه لسه وارد طبعا بالورقة وبالقلم، كل حاجة واردة وبالورقة وبالقلم ياخد كمان الدوري. لكن طبعا الموضوع صعب جدا، يعني مش سهل مع كمان الحالة اللي موجود فيها نادي الزمالك في المباراة دي والمباراة اللي قبلها، والمستوى اللي بيقدمه بيسيرو. الحقيقة من ساعة ما جه وهو بيسيرو ملك التعادلات. الحقيقة ما قدمش مستوى طيب خالص. وفي كلام يقال ان هو هيتم اقالته، ودي كارثة برضو جديدة، لان هو له 4 شهور، له شهرين شرط جزائي، وله شهرين ما قبضهمش في الزمالك من ساعة ما جاء شهر 4 وشهر 5. فبالتالي يعني 4 شهور، يعني هنخش في قضية جديدة، يعني داخلين برضو في حدود 800 ألف دولار أو يورو. برضه هتخش في مشكلة جديدة مع بيسيرو وفترة قيد برضه يعني مشكلة كبيرة جدا لنادي الزمالك. يعني مباراته الجاية في كأس مصر هي اللي ممكن تفوقه شوية. يعني من حيث الأداء ومن حيث زعل الجماهير. لكن هنشوف الأيام الجاية هيبقى فيه إيه، وإن شاء الله ربنا ييسر الحال لكل الأندية بإذن الله. الحقيقة في حاجة عايزين نتكلم فيها أخيرا قبل ما نقفل ال الفيديو، وهو جمهور الأهلي. جمهور الأهلي طبعا بيمر بمرحلة خطيرة جدا. لازم آه، يتعاون او يعني ايده بايد الفرقة، بحيث ان احنا مش عايزين اي مشاكل، مش عايزين اي شتايم، مش عايزين اي شيء غلط، علشان المرحلة اللي جاية رابطة الاندية بتتلكك للاهلي فعليا. آه، تم ايقاف جمهور الزمالك مباراتين، وبالفعل نفذ امبارح في مباراة البنك الاهلي. فبالتالي هتتقال كلمة اشمعنى 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 اشمعنى. يقال ان جمهور الاهلي حصل منه لفظ وقت
الدقيقة 74 على جمهور المصري. وطبعا جمهور المصري ما حدش سمع، انا ما سمعتش وما اعرفش الموضوع ده فعلا مراقب المباراة كتبه ولا لا. فطبعا جمهور المصري او النادي المصري حب بقى يعني راح يلعب الاهلي. فطبعا عرفنا ان النادي الاهلي هيطلع اتوبيسات خاصة على حساب النادي لان هو يودي الجماهير للاستاد. فطبعا المصري اول ما عرف كده فالاستاد هيتملى. فطالب رابطة الأندية انتوا ليه ما وقفتوش الأهلي؟ وطبعا لسه أصلا قرارات رابطة الأندية ما طلعتش، أعتقد هتطلع بكرة أو بعده. فبيطالب رابطة الأندية ان هو يوقف الأهلي. لكن طبعا رابطة الأندية هتوقف الأهلي بناء على تقرير الحكم، وان شاء الله ما يكونش في حاجة، لان الموضوع يعني ما استغرقش ثواني. واحنا بنرفض كده طبعا مهما إن كان. خلاص اللي حصل حصل. حتى لو مفيش مباراة حاسمة للأهلي، عايزين نترحم على الشهداء، ولا نسيء لبورسعيد او للمصري او لاي شخص في المصري، لان خلاص دي قصة وانتهت. ورحمة الله على كل شهداء النادي الاهلي العظام اللي ضحوا بارواحهم في حب النادي الاهلي. لكن مش عايزين نغلط بقى بعد كده في بورسعيد وفي النادي المصري، لان مش دي اخلاق النادي الاهلي ولا ده سلوك النادي الاهلي. واتمنى الفكر الايام الجايه يتغير. انت نادي عالمي دلوقتي، بتوصل كاس العالم للانديه، هتلعب مع انديه عالميه. فبالتالي خلاص بقى لازم يعني ايه، ما عدناش بقى في موضوع الشتايم والكلام ده، خلاص نبطله. وجمهور الاهلي عنده وعي كبير جدا وامكانيات عاليه جدا في التشجيع وفي الثقافه وفي التحضر. فان شاء الله الايام اللي جايه تبقى كويسه على جمهورنا الكبير. ونحافظ على فريقنا ونحافظ على احنا الفريق عايز جمهوره يكون واقف معاه في الاربع مباريات القادمه ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله نحقق فيهم بطوله الدوري العام 2025 ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، وفي فيديو جديد ان شاء الله. وتمنياتي للاهلي بالفوز على النادي المصري باذن الله وتكمله مشوار الدوري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.